كلاسيكو الأرض في بطولة الكاس. رغم سيطرة ريال مدريد على الدوري الأسباني محليا وعلى قاريا على دوري أبطال أوروبا، ولكن الموضوع مختلف شوية في الكاس. عشان كده برشلونة هو المسيطر سيطرة تامة على ده بطولة الكاس أو كاس الملك يعني. ليه؟ ب 31 مرة فوز. ويا ترى ريال مدريد هل المركز الثاني؟ للأسف ريال مدريد مش المركز الثاني، ريال مدريد المركز الثالث. ريال مدريد المركز الثالث برصيد 21 بطولة، يعني يفرق ما بين برشلونة وريال مدريد 10 بطولات. في المركز الثاني هو اتلتيكو بلباو برصيد 24 بطولة. طيب لما نيجي نتكلم على الرصيد هنا 7 مواجهات مباشرة في النهائي، يعني عندها 7 مواجهات مباشرة ما بين برشلونة وريال مدريد في النهائي. كان الغلبة لريال مدريد بالفوز 4 مرات وكان 3 لبرشلونة. انما بقى بالنسبه لعدد المواجهات التامه كلها على مدار المواجهات المباشره في البطوله كلها بصفه عامه، بس مش في النهائي بس، النهائي وغير النهائي، هو عدد واجهوا بعضيهم 37 مره، فاز برشلونه 16 مره وريال مدريد فاز 13 مره وتعادلوا في 8 مرات. الغريب في الموضوع ان كل مواجهات برشلونه فليك سواء في الدوري سواء في الكاس، كل اي بطوله اتواجه فيها ريال مدريد وبرشلونه فليك فاز فيها برشلونه فليك على ريال مدريد. يا ترى النهارده ريال مدريد هيبقى ليه تاكيد بان هو ده المره الخامسه في الفوز في النهائي في المواجهه المباشره، ولا برشلونه فليك هيأكد تفوقه السنه دي على ريال مدريد في كل البطولات المحليه والقاريه؟ ده اللي هنشوفه. قول لي رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل